السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. حزن كبير بيسيطر على محافظة الدقهلية بسبب قتل الشاب الذي يبلغ من العمر 21 عام جمال ريحان، الذي تم قتله على يد أحد الجيران وكان سبب قتله إنه طلعت عليه إشاعة من أحد الفتيات إنه كان على علاقة بفتاة. هناك غموض في قتل الشاب جمال ريحان اللي بيبلغ من العمر 21 عام. تعالوا كده نعرف تفاصيل القضية ولقاء مع الأم والأهل. بقاء قدام لله حاجة. عايزين بقى تقولي لنا ايه اللي حصل، بس تعالي صوتك معانا شويه. حصل ازاي يعني؟ الواقعة اللي حصلت احكيها لي من بدايتها خالص بقى. بنتي دي بتروح دروس، على طلعت صوتك بس معلش. على جمال ان هو بيكلم بنت عندنا. مشت في وسط البنات في الدروس قالت ان هو بيكلم بنت عندنا. عندكم في البلد هي المفروض البنت دي على صلة قرابة بيه. ابوها ابن خالي. تمام. قالت ان هو ليه علاقة ببنت تانية مشت صاحبتها. في وسط زمايلها وقالت ان هو بيكلمها في التليفون. فالبنت البنات قالوا لي انت بتكلموا فلان، قالت لهم لا، قالوا لها ده فلانه بتقول كذا كذا. فراحت لجوز اختها فاتح محل في بيتهم. تمام. قالت له بيقولوا كذا كذا. راحت تشتكي لعيلتها يعني ان في كلام بيتقال عليها. قالت له بيقولوا عليا كذا كذا. تمام. عملوا فرن على خاله وقال له في كذا كذا. قال له اسال ابن اختي الاول وهشوف الدنيا في ايه واعرفك. بيتحققوا يعني الكلام ده صح او مش صح. فرن على جمال قال له والله يا خال عمري ما كلمتك ولا اعرف عنها حاجه ولا كلمتك. فرن على رضا ده وقال له ما فيش كذا كذا. الناس الثانيه تمام. ناس مين يعني؟ كملي ما قلتش حد ولا جبت سيره حد، انا بقول على اللي حصل. احنا بنحكي اللي حصل دلوقتي. هم اتحققوا وابنك قال انا ما عملتش انا ما ده. عملتش حاجه. عملتوا انتوا كان قعدات في فرح وقالوا هيجيبوا الجدعان ديت وهيجيبوا جمال وهيقفوا قدام بعض ويقولوا ويقعدوا قعدة عرفية عشان يسألوا مرة واثنين مين اللي قايل، قالوا بنت فلان اللي قايلة كذا كذا. تمام. فجه جمال يوم قاعد من الشغل ورايح عند الخياط يعمل هدوم. العيال ديت قاموا رايحين له هناك. فرن بيقول له هم شتموه قبلها بيوم في التليفون، ولا شتموه بامه وشتموه شتيمة وحشة. فراح عند الخياط وهم راحوا وراه. فرن على بيقول له انت تعالى يا جمال انا عايزك، قال له مانيش جاي، اللي عايزني يجي. قال له لا تعالى هنا انا عايزك، قال له انا مش جاي. فقام رنن على رضا بيقول له يا رضا في كذا كذا. مين اللي قايل؟ قال له خطيبتك اللي قايل. خطيبتك اللي قايل. قال له اللي قايل عليا كده انا هطلع ميتين امي. لا من غير بس الفاظ. قال له انا هطلع ميتين امي. قال ماشي. فقام قايل له انت هتطلع ميتين امي خلاص يا حاج. وقام حاطط التليفون في جنبه وقاموا مدورين ضرب الجمال هو واولاد عمه. ضربوا ابنه. ضربوا ابنه في الشارع الكبير والناس حشتهم. دي اول مره. جم راحوا عند عيلة خالي وجم وقعدوا يقولوا بقى ايه اللي عندي عيل يقسمكم ومش عارف ايه. قلت انتوا اللي شتمتوهم وانتوا اللي طلعتوا عليه الكلام وانتوا اللي بتفضوها، انتوا كده ما بتحلوش. اما انت اذن قلت لهم مش عايزه حاجه، لكن انتوش هتقعدوا والناس تاخد على بعضها انت عايزه تحل المشكله مش هتتحل. ماشي. وعلى كده قمنا ماشيين. فعمه راح لعمه وراح لابوه ورن عليهم كلهم بدل مره واثنين وثلاثه واربعه. هم رنوا على عمه وقالوا له لم عيالك عشان احنا هنذبحهم لك وهنموتهم. يعني كانوا بيهددوكوا؟ رن على عمه وقال له لم عيالكم عشان ثواني عشان الشبكه بس. تمام ماشي اتفضلي. يوم الشغل يوم الواقعة بقى ايه اللي حصل؟ يوم الشغل راح لعب ماتش كوره هو وابن عمه وجه. قلت لك تعشى يا جمال، قال لي كنت مجهزه على المصنع. صلى المغرب في البيت وحطيت له اتعشيت ووالدتي كانت تعبانه. فاخويا رد عليها وقال لي تعالوا اما نروح نكشف على امك. قلت له امك عندنا، تعالى امك عندي. فجاب بعضه وجه قعدت اقول لهم يما نكشف، قالت لي انا مش كاشفه. قال لها امي يا نانا روحي اكشفي معاهم. روحي اكشفي وتعالي. وسايبهم في البيت مفيش اي حاجه. وابنك كشفنا على والدته وجينا لقيت التليفونات بترن علينا، ده الناس ماسكين ولفوا ضاربينهم وابنكم اتضرب وطلع للدكتور والاسعاف خد وده متعور زي ما انت شايفه كده. هم ضربوا الاثنين الاخين؟ كانوا مترصدين ليهم يعني؟ معاهم سكاكين ومعاهم مطاوي ومعاهم حاجات كتير. انا عايزه حق ابني، عايزه القصاص، مش عايزه حكم، عايزه اعدام.
عايزه حق ابني اللي راح، مش عايزه ام تانية البيت حرق زي نسمع عايزه ابني حقه. مش هنجيلك تاني، بس نسمع برضو من اللي كان شاهد. حضرتك اخوه جمال، واحكي لنا ايه اللي حصل. انت كنت موجود معاه في الواقعه، انا كنت في بس البيت. علي صوتك بس معلش. انا كنت في البيت، جمال اصلا ساعة الواقعة ما كانش موجود في البيت. اه ففي واحد رن عليا قال لي تعالى احنا قاعدين على الكوبري، الكوبري ده جنب بيتنا ب 10 متر. امم فقلت له انت فين؟ قال لي انا على الكوبري تعالى عشان رايحين فرح. قلت له طيب ماشي. فانا رحت قاعدين على الكوبري وهو بعت اخوي يجيب موتوسيكل ونمشي نروح عليه. كنا قاعدين 4 تنفار. فاللي هو محمد ده جه لقاني قاعد على الكوبري وقاعد معايا ناس كده، فقام رايح جايب ابن عمه وقام جاي وحاطط في جنبه سكينه هنا كده والسكينه باينه كده. ايوه فقام جاي قاعد على الكوبري، فانا قمت منقول في جنب وقمت رن على جمال. قلت له انت فين؟ قال لي انا في البلد. قلت له طب تعالى روح لان العيال ديت ماشيين معاهم سكاكين وبتاع بدل ما واحد يخبطها خبط. ففي واحد من اللي كانوا قاعدين قال لهم يا رجاله ما ينفعش قعدتكم هنا، قوموا امشوا. قال له يا عم انا مش ماشي. قال له يا عم قوم مشي من هنا، انتوا بينكم وبين الناس دي مشاكل، قوم امشي. قال له يا عم انا مش ماشي، انا عارف انا جاي اعمل ايه. فانا رحت له بقول له جاي تعمل ايه يعني؟ قام راح خابطني في صدري هنا كده وقام شاد لي السكينه وقام خابطني ده هنا. عمل لك واحده في صدري. على جاي جمال انا ابن عمي قام خبطه بالمطوه في قلبه هنا كده من غير ما يتكلم ولا يحصل اي هو حاجه، لسه على جاي. طول لسه جاي. قام خبطه بالمطوه هنا. انت قلت لي ان هو قبلها بيوم كان بيهددكوا اصلا. كلمنا على عمي في التليفون وقال له لم ولادك لان انا هموتهم لك واحد ورا التاني. بس هي مشكله بسيطه يعني اتحولت. انتوا سعيتوا ان انتوا تتصالحوا في الموضوع احنا الاولاني. قعدنا كذا مره ورنينا عليهم. هو له عم في الشرطه ام غفير، وله 2 امامه غفير، وله واحد عمه عمده. حاولتوا انتوا بقى تتكلموا مع الناس الكبيره يعني في البلد؟ ما فيش اي استجابه ولا حد رد عليه. وهم هم بيقول لك احنا مش قادرين ليهم. هم مش موافقين ان هم يتصالحوا. بس هم طالعين ومبيتين النية. حضرتك تقرب له ايه؟ انا ابن عم. قول لي بقى. هم طالعين ومبيتين النية من قبلها بكذا يوم ان هم يقتلوهم. يعني هم كانوا مجهزين كانوا مجهزين قبلها بيومين 3 الحاجات اللي معاهم ديت، المطوه الكوبري ده عند البيت يعني مفيش يعني هم بيت عند 10 متر. المكان الواقع جنب بيتكم انتوا؟ في اخر البلد. يعني هم منتظرينكم جنب بيتكم انتوا؟ ايوه، وفي كذا واحد قال لهم قوموا امشوا قوموا امشوا. تمام. فهم طالعين مبيتين النية اللي كده. جمال. كلمني عن جمال بقى. يعني انا عارفه ان هو والده متوفي من هو سنه صغير وهو كان بيساعد والدته. والده توفى هو 15 سنه. والدته اترملت عليهم وربطهم وبقى راجل يعني 21 سنه. عندي ما بقى راجل وبدا يساعد والدته ويساعد اخواته. يجي كده في ثانيه الا ثانيه انا ما كنتش عند الواقع. انا في البيت جالي تليفون ابن عمك الجماعه خبطوه بمطوه. طب هو فين؟ قال لك ده راح المستشفى. فانا طلعت عادي يعني المطوه ديت واحد معوره وواحد بتاع راح يخيط كده. طول ما انا ماشي متابع معاهم بالتليفون لغايه نص الطريق جالي الخبر ان ابن عمك اتوفى. الطعنه كانت الطعنه انا فضلت معاه من ساعتها لغايه دفنه الطبيب الشرعي اثبت ان الطعنه ادت الى قطع شريان. قطع شريان القلب الرئيسي. شريان. فاحنا بنطالب بالقصاص. وجده يعني هو جده حتى يوم الواقعه الناس راحوا له بيقولوا له ولادكم ضربوا الواد بالسكين خبطوه راح المستشفى. قال لهم هو ازاي يخبط واحد؟ احنا قايلين لهم يخبطوا الاثنين يموتوا الاثنين. وانتوا ما ندفع دي. قال له ضربوه وانا هدفع لك دي. قولي لي بقى يا حاجه جمال، هو كان عاقل ليكي مع اولادك برضه؟ كلميني عنه، كان بيتعامل معاكي ازاي؟ يعني صفحته على النت صفحه مشرفه، حاطط بدلته حاطط كفن ويقول يا رب لو لبست دي الاول تبقى راضي عني، يا رب لو لبست دي الاول تبقى راضي عني. عندهم ده حاجه ثانيه. قولي لي بقى، انا عارفه ان هو كان اقرب حد ليكي. هو اللي كان بيرعاكي وبيهتم بتعبك وعلاجك. اخر مره بقى كان جمال معاكي كان قال لك ايه؟ مش حاجه، مفيش حاجه، مفيش ادب واحترام والتزام وصلاه وصوم، مفيش حاجه وحشه. عيل متربي وعيل كويس. لو طالعين يشكلوا كانوا مسكوا حاجه في ايديهم، حتى كانوا خدوا حاجه في ايديهم كانوا يدافعوا عن نفسهم. اخر مره عايزه حكم لابني، عايزه ابرد نار واريح ابني، عايزه حاجه عادله لابني.
اخر بقى حاجه كان جمال قالها لك قبل ما يخرج ما قالكيش حاجه؟ قال لا قومي يا ليلى اكشفي، مش راضيه تقوم تكشف. قومي ايه؟ قومي يا ليلى اكشفي. كان عايز جدته تروح تكشف، كانت راضية، تعبانه. قالت انا مش رايحه. قال لا قومي يا ليلى روحي اكشفي وتعالي. ست رايح يصلي العشاء طالع مش حاجه. مش حاجه. عشان هو راح مني، راح عشان مفيش غلطه، مفيش سبب، مفيش حاجه بتعملها يتحاكم على الحكم ده وتعمل فيه كده. انت مين اللي يتحمل كده؟ عندك اولادك قد ايه؟ عندي علي ومحمد وجمال الله يرحمه. الله يرحمه. جمال كان هو الكبير ولا هو محمد الكبير؟ علي الكبير؟ علي الكبير جمال وراه. جمال الوسطاني؟ محمد عنده 16 سنه. 16. كانوا هما الاثنين بقى، ايديكي الاثنين اكيد. هي زرعت الزرع وما لحقتش تحصدها. هي اترملت عليهم وجرت عليهم وتعبت عليهم. هي اصلا احنا جايبينها من عند الدكتور من عند الدكتور. ما تبقى معشيه ابنها وطالع قال لها روحي اكشفي مع ننتي وتعالي، ويجي لها التليفون ويجي لها في الطريق كده ابنك اتخبط. ابنك اتخبط. كل ده عشان خاطر بنت. عشان خاطر اشاعه، مش عشان لا، خاطر بنت. يعني هي اشاعه طلعت. الاشاعه ديت ما فيهاش اي حاجه. هي البنت نفسها هي اللي عامله الفتنه دي وقرايبها. بنتي طلعت اشاعه عليه. الموضوع كبر، انتهت بجريمه قتل. بنت ابراهيم عباد، لان هي كانت اصلا عايزاه يروح يخطبها. يعني المشكله بقى بالخلافات الجانبيه، بس احنا خلينا في الخلاف الاساسي يعني اللي هي اشاعه بنت طلعتها عليه، فالموضوع كبر. دخل فيه رجاله، دخل فيه شباب، واحد ضاع والتاني اتصاب. واحد قتل والتاني شوف في قتل. المتهمين الخبطه ديت هو مش خبطه في دراعه، هو خبطه في رقبته. في رقبته. يعني هو لولا ما لقى السكينه بايده. انت قلت لي كان هيغته اصلا وهو حط ايده كده. حط ايده. عشان ايه؟ يعني ايه؟ عشان جدهم يقول لهم اطلعوا قلت لهم الاثنين وانا هدفع ديتهم. ديتهم دول ايه؟ عشان ديتهم ايه يعني؟ يعني جدهم ده ايه عشان يدفع ديتهم، ولا حته ايه، ولا ايه؟ ولا دول ذنبهم ايه؟ عملوا ايه؟ عملوا في الناس دول ايه؟ ابن عمل ايه؟ يعني هو اي ام اللي تتحمل كل ده؟ ام مين اللي تتحمل ده كله؟ يعني هو جدهم من جبروته، يعني من جبروته بعت للشهود. ربنا يصبرك يا حاج. الناس اللي كانت عند الواقعه وعند الحادثه مهددهم ويقول لهم حافظوا على عيالكم. حافظوا على عيالكم، ما تتكلميش عشان عيالي. بس هو المتهمين اتقبض عليهم دلوقتي. المتهمين مقبوض عليهم الاثنين، مقبوض عليهم بعد الواقعه خلال ساعات كان مقبوض عليهم. انت مطالبك ايه بقى يا حاجه؟ عايزه القصاص لابني، قصاص عاجل، مش عايزه محاكم، مش عايزه انا بره الدار ونار الكبرى، عايزه اريح ابني، عايزه اريح ابني وارتاح. لو كنت هرتاح لسه. ربنا يصبرك يا رب. يعني زي ما تابعنا معاكم مشاهدينا دلوقتي، وأسرة جمال ريحان الشاب اللي من قرية أبو ماضي التابعة لمركز 54 أبو ماضي التابعة لمركز الستاموني في محافظة الدقهلية، اللي راح ضحية إشاعة تخرجتها بنت قريبته ان هو على علاقه ببنت تانية. طبعا دخل فيها رجاله كتير في البلد، عملوا قعدات عرفيه، تبين ان الكلام اللي البنت قالته ملوش اي اساس من الصحه، وان هو مفيش اي علاقه تربطه بينه وبين البنت اللي هي ادعت انها على صله بيه. طبعا الموضوع كبر جدا، دخل فيه شباب من البلد، دخل فيه قرايب من الطرفين، انتهى بجريمه قتل الشاب جمال واصابه اخوه علي باصابات بالغه في ايده وظهره ورقبته. الام المسكينه فقدت ابنها، وابنها التاني اتصاب. هي ارمله عليهم بقالها سنين كتير، اكتر من 15 سنه بعد وفاه زوجها. كانوا هما الاثنين العائل ليها مع ابنهم، مع ابنها الثالث. 3 شباب زي الفل كانوا هما سند امهم في مسيرتها اللي اترملت عليهم وهي سنها صغير. فقدت واحد والتاني اتصاب. طبعا الاجهزه الامنيه القت القبض على المتهمين، وحاليا هما ما زالوا قيد التحقيقات، والقضيه ما زالت قيد التحقيقات في الاجهزه الامنيه وجهات التحقيق بمحافظه الدقهليه. دي كانت قصه جمال ريحان الشاب اللي دفع حياته ثمن اشاعه طلعتها بنت في القريه عنده، وانتهت بجريمه قتل بشعه. الشاب يعني اخذ طعنه في قلبه ولفظ على اثرها انفاسه الاخيره. ودي كانت تفاصيل الواقعه رصدناها مع حضراتكم من اسره المجني عليه. بشكركم جدا مشاهدينا على المتابعه، كنت معاكم مي الكناني.